في بلتيمور راجل قال إنه قتل عشرات الناس، وقال برضو حاجة أخطر، بس هل كانت حقيقة؟ في منتصف التسعينات اسم واحد ملأ صحف ماريلاند: جوزيف جو ميثني. راجل عاش حياة مشوهة بالمخدرات والكحول، وكان بيتعامل مع ناس من الشارع. في ديسمبر 1996 ألقت الشرطة القبض عليه بعدما قادهم إلى جثة كيمبرلي سبايسر مدفونة جنب مكان شغله. القضايا اللي ثبتت ضده أدت لحكم بالسجن مدى الحياة. بعد القبض ميثني بدأ يعترف بأشياء صادمة. قال إنه قتل عدة أشخاص، وراح يحكي تفاصيل بشعة عن تشويه الجثث. في محاكمته وأمام الصحافة قال جمل تثير الاشمئزاز، وهو اللي خلى ادعاءات كبيرة عن أكل وبيع لحوم الضحايا في تقارير وقصص بشكل قاطع. وبعض المحققين لاحقاً شككوا في مدى صحة كل ما رواه المتهم نفسه. قضية ميثني مثال على قاتل اعترف بأمور كثيرة، بعضها تم إثباته وبعضها بقي ادعاء. الحقائق المؤكدة: إدانتان رئيسيتان، اعترافات شنيعة، ووفاته في السجن عام 2017. القصة ما زالت بتثير سؤال واحد: إيه اللي من الكلام ده مثبت فعلاً؟ وإيه اللي كان مجرد محاولة لفرض صدمة على العالم؟ اختار تحكي الحقيقة ولا الأسطورة؟